أرادوا إسقاط هيبته في المحكمة فأسقطهم واحدا تلو الآخر. والله لو الأمريكان فلا تقدر لا أنت ولا أبوك يجيبني إلى مكان مثل هذا. وبعد أكثر من 40 جلسة وأكثر من 95 شاهدة، شاهدة واحدة فقط كانت سبب إنتاجنا لهذا الفيديو. لكن قبل المشاهدة والتعرف عليها لا تنسى الاشتراك في قناة شاهد لتعرف وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. جاء بها المدعي العام لأهمية شهادتها بهدف الإطاحة بصدام حسين. هنا ينادي القاضي رؤوف رشيد بالشاهدة. الابتسامة تغطي ملامح وجه المدعي العام جعفر الموسوي. صدام حسين ينتظر ويتوقع حدوث شيء مريب، ودائرة القلق تتوسع في قاعة المحكمة. قومي خلي يدك على القرآن الكريم معايا. أقسم بالله أن أشهد بالصدق كله ولا أقول إلا الحق. القاضي رؤوف قائلا: ضعي يديك على القرآن واحلفي. ما هي إلا لحظات بعد أدائها لليمين حتى غيرت مجرى شهادتها التي جاءت من أجلها، فقلبت الطاولة على أعدائها وقالت: السلام عليكم سيد الرئيس ورفاقه. أنا تعرضت لمشكلة وظلم لا يتحمله بشر في عهد الرئيس صدام حسين. ذهبت إليه وعرضت عليه مشكلتي ومظلمتي، وكان من ظلمني شخص يعمل في السكرتارية الخاصة بالرئيس، بل أحد أبنائه، حيث كانت المشكلة مالية واجتماعية. تقدمت بطلب لديوان الرئاسة وطلبت مقابلة الرئيس صدام حسين، فأتت الموافقة وعرضت عليه قضيتي، فهو معروف بعدله ويقيم الحد حتى على أولاده، فأنصفني وأعاد لي حقي. شنو يعني الموضوع الشهادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وألف الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. نعم. اسمح لي سيادة القاضي قد أقول السلام عليكم سيد الرئيس. السلام عليكم للكل. ورفاقه. وعندي بالنسبة للسيد رئيس القائد، أنا تعرضت المشكلة كانت مع سكرتير يعمل مع ابن الرئيس الله يرحمه. المشكلة كانت مالية واجتماعية. يعني هذه تخص عملية انه الرئيس كان يسمح للناس تشتكي عنده. يعني ذهبت طبعا بتوجيه من الاستاذ نور الويس، قال لي اخذي اولادك وروحي للديوان. فانا ذهبت للديوان وقدمت شكوى وقدمت على انه انا اريد اقابل السيد الرئيس القائد حفظه الله، وسمح لي بمقابلته، وكذلك انه هو رفع عني الجور اللي كان واسترجع لي حقي من الشخص المعني وانزل بي العقاب، وهو معروف للكل انه يقيم الحد حتى على اولاده. وأكملت: فلم تتح لي الفرصة والوقت كي أشكره، فدخلت إليه بعذر الشهادة كي أتقدم بشكري الجزيل له وأقول له: شكرا سيد الرئيس. لم تنس الشاهدة أن تتقدم له بالشكر، فاستغلت المحكمة وقاضيها والمدعي العام كسلم للوصول إليه. وهنا تماسك صدام حسين وحبس دموعه التي كانت ستخونه وتشق طريقها إلى خديه وتكون حجة يدعون بها ضعفه ويتمكنون بها منه. جاءوا بها لتشهد الزور، فقالت كلمة الحق. أتوا بها لتكون سلما ليرفع صدام حسين إلى المشنقة، فكانت بلسما لقلب مكلوم وأسد مجروح. أخفت كل مشاعرها حتى لا تمنع من قول شهادتها، وفاجأت الجميع وصدحت بكلمة الحق أمام الظالمين، وقالتها بصريح العبارة: هذا الشخص هو رئيسي ولم يظلمني قط، بل واقتص ممن ظلمني وهو أحد أبنائه. وهذا ما لخصناه لكم في هذا الفيديو لشهادة هذه المرأة التي سيخلدها التاريخ كإحدى أقوى النساء اللائي قلن كلمة الحق ولم يخفن
حتى وإن كن سيقتلن. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. اضغطوا على زر الإعجاب وفعلوا رمز الجرس ليصلكم كل جديد من قناة شاهد لتعرف.